الضياف. ما تزال الحيرة تقتلع السكون من جذوره المتصلة بنا. لا تزال الغرابة تدور في أرجائنا فتجعلنا كالدمى. لا تزال الغرابة تدور في أرجائنا فتجعلنا كالدمى المتحركة. نختلس النظر فيها من خلال النظر لذواتنا لحظة اكتئاب. للألم ميثاق خالد يفتح لنا الجرح الخالد. تهبني الوحدة ذاتا جديدة لا تتقبل المألوف. تهبني أشجارا بحجم الهواجس ورياحا تعتقل سكون الليل المريب. ما ألذ هدوئي، ما ألذ هدوئي عندما تقتحمني الأخيلات فتهتف لي أحزاني وتدعوني للاستيقاظ من ضجري. كيف يمكن للحيرة أن تكتب سيرتي؟ كيف يمكن للحيرة أن تكتب سيرتي؟ كيف يمكن للعتمة أن تكتب عن رياحي وعن فوضى ما أحسه وما أشعر به؟ الولاء للعتمة إنها مهد تصوراتنا التي تستولي على شقائنا المتيبس وتداهم شتى أحاسيسي لتولد من تضاريسها الحالكة ذكرى امرأة حزينة وصامتة. ذاك الحب الغامض الذي ينتابنا في زمن النسيان كيف له أن يهدأ؟ هو حب عنيد غريب الطباع يعلن من البكاء رغم جفاف الأحداق، ويسير كالنمل الأسود على دفاترنا ويتسلل بين شقوق الجدران الساخنة كقلوبنا المتعبة في آخر المحطات الوداعية الوادعة. لكل الأشياء حريتها، لكل الأشياء حريتها في الولوج لقاعان التساؤل. لكل الأطياف رغبتها في التحرر من أوهام البشر وذاكرته. وللفصول الأربعة حريتها في إنجاب فصول جديدة من تلقاء رغبتها. ولهذا السواد اتساع وهمي ورحابة متسخة ببقاع الكآبة ورغبة مديدة في غزو الأعماق. ولكي تولد الذاكرة العاشقة كم تحتاج لتترسخ رغم طغيان الوقت، ولكي تجد الأحلام مقاعدها المخصصة في مفاضلة التقدم لطلب الحياة. أين ستختبئ ساعة الانفجارات الطويلة الأمد؟ كي تجد الطيور أعشاشها بعيدا عن موطئ الأفاعي. كيف يمكنها أن تتأهب لاجتياح الشمس كي تأخذ كبرياءها من هذا الفضاء؟ كيف بإمكان الأطفال أن يطاردوا شبح الحروب والمجاعات وهم غارقون ومحاصرون بالوحل في طرقات المخيمات؟ كيف يمكن للعالم أن يستقيل من قطاع الخوف والإرهاب؟ كيف يمكن للحب أن يكتب سيرته النزيهة مع الإنسان دون أن يكون بحاجة لأي قلم؟ لتساؤلاتنا طموحات ولهواجسنا أطماع. التساؤلات أكبر منا، لا لرغبتها في العثور عن إجابات، إذ سرعان ما تتحول الإجابات لذرائع للكسل حين يتم اقتناصها بسهولة. أطياف.